السلام عليكم، صباح النور. كيف دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما باحسن الاحوال وصباح الطاقه الايجابيه ان شاء الله. كي دايرين مع الصحه وليداتكم؟ توحشتكم بزاف، نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تكونوا توحشتوني. فرحانه بزاف لانني رجعت معكم اليوم. بالنسبه للبنات اللي اول مره غيشوفوني مرحبا بكم، بالنسبه للمتابعات ديالي القدامات مرحبا بكم، داركم ديروا لايك ان شاء الله وخليوا لي تعاليق زوينه بحالكم. واليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو اللي زوين، نتمنى ان شاء الله يعجبكم. بالنسبه للاخوات اللي كيبغيو وصفات زوينين وخفافين للمدرسه لوليداتهم، غادي نبدا معكم على بركه الله. وصفه خفيفه وظريفه وسهله وفي متناول الجميع، ويلا هو تمشيو معايا ان شاء الله نوجدوها. نبداو على بركه الله. الاكله كتجي خطيره جدا البنات، غير جربوها ما غاديش تندموا. المهم هنايا غادي نبدا على بركه الله. غادي ناخذ شويه ديال الزيت، غادي ندير فيه شويه ديال الثوم، ندير البصله والثومه. دائما كنقولها لكم البنات، قليوهم مزيان مزيان مزيان. فاش الا بغيتوا الطياب ديالكم يجيكم بنين، خاص ضروري البصله والثومه كيتقلاو في نار مهيله حتى كيطلقوا داك لوغو ديك البنه ديالهم وكيدبلوا كيف كنقولوا. ما تقدروش ديروا البصله بلا ما تقلى مزيان والثومه، لان تقدروا ديروا الثومه في اخر مثلا الاكله، ولكن ضروري في الاول كيخصكم الثومه تخليوها تطلق داك لوغو ديالها. البصله حتى هي كتطلق داك لوغو ديالها باش كتجي زوينه. غنخليهم يتقلاو مزيان وغادي ان شاء الله نكمل معكم التتمه. هنايا غادي نوريكم بلي البطاطا سلقت، هي الله طلعت فيها الغليه، ما غاديش تخليوها تسلق بزاف حتى تهرى، غير تطلع فيها ديك الغليه مع شويه ديال المليحه وتطفيو. من بعد ما تقلات مزيان البصله، ها نتوما البنات غادي نزيد كفيته. داكشي القياس اللي عندكم. كفته ما عندكمش كفته ديروا الطون، ما عندكمش طون ديروا الدجاج، اللي عندكم البنات اللي متوفر. دائما كنقولها لكم سيروا على قدكم اللي موجود عندكم. المهم هو انكم ديروا حاجه اللي ما تاخذش لكم وقت بزاف. الزربه انك تدخلي الكوزينه ديري وصفه زوينه ياكلوها الوليدات، وفي نفس الوقت ما تبقيش فيها النهار كامل. خاصه البنات اللي خدامات ما عندهمش لو طون، تقدروا هاد الاكله توجدوها ميم في الليل والغد ليه غير ديروها في الفوق ربع ساعه 15 دقيقه وها انتيا غداك واجد ولا عشاك واجد. هنا درت مليحه. غادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود، بالنسبه للتوابل تقدروا ديروا داكشي اللي بغيتوا البنات. انا صراحه الله كيعجبني ندير الكوري، ندير شويه ديال التحميره، شويه ديال الكمون غير شويه البنات، وشويه ديال هذا التحميره، شويه ديال البزار. المهم داك التوابل اللي عندكم. كنطيب بزاف بلا صوص صوجا حتى هي كتجي غزاله البنات، كتعطي ديك الملوحه زويونه. في ها نتوما غادي ندير غير شويه ديال لاصوص صوجا. انا كناخذ هذه البنات كبيره باش يلا كتكفاني البنات، خاصو كنستعملها بريسك ديما. غادي تشحر هذا الشيء مزيان. غادي نزيد فيه شويه ديال لاصوص طوماط، وغادي نوجد هاد الحشوه غادي نحطها على جنب. من بعد ما البطاطا حتى هي تسلقات غادي ان شاء الله ندوز نصايب لك كريم ديال البيشاميل. وهنا معكم درت فلفل احمر، درت شويه الكمون، شويه الزنجبيل، وشويه ديال الكركم، وشويه ديال الكوري، لاصوص صوجا، الملح والابزار. التوابل كتبقى البنات خاصه بكم. تقدروا ديروا شويه الزعتر، تقدروا ديروا شويه ديال القزبر والمعدنوس. انا ضروري البنات عندكم الثومه القزبر والمعدنوس ضروري خصني نطيب بهم، تيعجبوني. ميم التوابل البنات كيعجبني صراحه نطيب يكون داكشي بنين ومنسم، ما يكونش كلشي باسل، مي ما تنكثرش بزاف، يعني على حساب الاكله شنو اللي تيتواتى معاها. من بعد ما تقلات الكفته مزيان، شوفوا تبارك الله، خاص ضروري تنشف من الماء. شوفوا فاش كدوزو هكا ما كيبانش لكم الماء. اين فوا كيبان لكم اللحم نشف عرفوا سي بون راه واجد. هنا غادي ندير صلصه ديال لي طوماط البنات اللي ديجا كتباع جاهزه. هنا غادي ندير شويه القزبر والمعدنوس. راكم عارفين اختي النكهه المغربيه ضروري القزبر والمعدنوس.
وشويه ديال الكمون، خاصه بحال هاد الشريميلات كيعجبني. غادي نغطي عليها نخليها واحد 10 دقائق طيب مزيان كفيته. ودابا غادي نجيو باش نصاوبوا لاصوص بيشاميل البنات. اسهل صوص بيشاميل غادي نجربوها البنات. هنا خديت معلقه ديال الزبده، معلقه ديال لافارين، وخديت شويه الملح شويه البزار. غادي نشعل البوطه نقصها بزاف ونخلي ديك الزبيده تذوب، وغادي نحركها هي وداك الدقيق حتى ينشفوا مع بعضياتهم. غادي نضيف كاس ديال الحليب، وغادي نبقاو نحركو مره هكا. اين فوا البنات غادي يبان لينا بدا كيختار، غادي نزيد عليه جوج ديال الفيتينات ديال الفرماج، هاد الكاري ديال لي ساندويتش. مع بدا كيختار غادي ندير الطرف الاول ديال الفرماج، غادي ندير الطرف الثاني. الا عندكم الكوزه تقدروا ديروها البنات، وغادي نستمر في التحريك. صافي البنات واجد عندنا سي بون. غادي نطفي عليه الحشوه، ها هي حتى هي بريسك قريبه توجد. وبطاطا ديجا تسلقات، غادي نبداو المهم. الطبقه الاولى هي هذه، غادي نزيد الطبقه الثانيه ديال الكفته. للاسف البنات الشديد ما عنديش ستيبور، راني شاده غير بايد لان ما كانش بالي نهائيا غادي نصور. هذه البنات الطبقه الثانيه. وكله في غزاله البنات، الكبار والصغار، ما كتاخذش منك وقت بزاف. الحشوه اللي عندك بغيتي تحكي القرعه وخيزو ديريهم الوسط ديريهم. بالنسبه لولادهم كي انا مره كنحكهم كنبدل يعني على حساب. انا عطيتكم الفكره وانتم غادي تكملوا. بالنسبه للبطاطا فاش ستفتها البنات زدت فيها واحد الطريفات شويه ديال الزبده. غادي ندير البنات طبقه ديال البيشاميل اللي فيه ديجا الفرماج. النكهه ديالو كتجي غزاله. الا عندكم الكوزه ضروري ديروها البنات، انا عندي غير ما درتهاش. بغيتو تكتفيو بطبقه واحده كتكتفيو، بغيتو البنات ديروا جوج طبقات كتقدروا ديروا جوج طبقات. هنا غادي نعاود ندير ما غاديش نزيد الطبقه الثانيه البنات، درت غير طبقه واحده على حساب كما قلت لكم افراد العائله ديالي باش ما تشيطش ليا. يعني راكم عارفين كل نهار كنبغي نحاول ندير حاجه خفيفه والقياس ديال الوجبه. كنبغي صراحه الله نكثر بزاف بوغ لو مومون. يا بخي راكم عارفين على حساب الانسان ثاني الوقت ديالو على حساب الخدمه. هنا غادي نزيد ثاني طبقه اخرى ديال الفرماج، وغادي ندخلوها للفرن البنات سخون على درجه حراره 180 ربع ساعه، واحد 20 دقيقه ربع ساعه الماكسيموم حتى كيتجانس كلشي. وغادي نوريكم الطبق النهائي كيفاش كيجي وبالصحه والراحه. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال
الوصفه ديال اليوم كيجي رائع وغزال، وصدقوني البنات غادي تعجب وليداتكم. غادي نتهناو بالمره. تخمي شنو ديري للعشاء، شنو ديري للغدا. هادو من ضمن الاكلات اللي معتمدين عندي، اللي دائما تيبغيوهم الوليدات. كيف قلت لكم الحشوات كيبقاو تختاروا نتوما اللي بغيتو. غادي نقطعها باش نوريكم الشكل ديالها من الداخل. ان شاء الله البنات الاكله ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وتجربوها لوليداتكم، وكنوعدكم غنبقى دائما نشارك معكم اشهر الاطباق اللي يكونوا ساهلين بالنسبه للبنات اللي خدامات والبنات اللي في الدار. يعني كلشي دابا ولا كيقلب غير على الحاجه السهله. المهم اذا عجباتكم الوصفه وكنتو غتجربوها ما تنسونيش بلايك، تشجيعاتكم وتعليق زوين بحالكم، والهلا يخليكم عليا. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم فيديوهات زوينين اللي ان شاء الله تقدروا تستافدوا منهم.